السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وسعادة. النهاردة بس عملت صينية فراخ. اعذروني بس عشان صوتي تعبان شوية عشان عندي برد وكده. ربنا يشفيني ويشفي كل مرضانا، اللهم امين يا رب العالمين. عملت صينية الفراخ دي عبارة عن فرخة 1200 جرام. قطعتها 8 قطع وتبلتها بالزبادي والبصل وكمان البهارات اللي عندك، وبعد كده حطيتها في الفرن تستوي وتاخد لون كده زي ما انتوا شايفين. وعملت جنبها رز بسمتي اللي هو الرز الاصفر اللي احنا عارفينه، اللي هو بالجزر وبالبصل، وبنحط له طبعا كركم علشان يديله اللون الاصفر الجميل ده. وبتظبطي كمان الملح. الرز البسمتي خلي بالك ان هو بياخد كوبايه رز عليها كوبايه ونص ميه، ما بياخدش، انا عندي بياخد كوبايه ونص ميه. كوبايه الرز بتاخد كوبايه ونص ميه، وبتسيبيه يستوي. على بال ما يستوي طبعا تكوني طلعتي الفراخ من الفرن، ما بتاخدش نص ساعه يعني في الفرن وكده. وعملت جنبهم كمان زي بوله صغيره كده من الملوخيه. بحبها طبعا تبقى جنب الاكل وكده. طلعت الرز وحطيته في الطبق زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت عليه قطعه من الفراخ. شكلها طعمها تحفه اساسا، طريه من جوه كده وناشفه من فوق، اللي هي ايه، متحمره مشويه قوي زي ما انتوا شايفين كده. وكمان جنبهم السلطه. يلا ندوق بقى ونشوف. بصراحة طعمها جميل جدا جدا جدا. يا رب تجربوها. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لي لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهات الجديدة. اشوفكم على خير في رعاية الله. مع السلامة.